السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة راديو عرب دائرة مكان خاصة أبو الأمين انتقلت اليوم إلى زيارة خاصة للإطمئنان عن أخونا وحبيبنا مصطفى خياط أبو سراج. أطال الله في عمره وحفظه من كل سوء وحفظ كل المتابعين والمشاهدين والذين يدعون ويترحمون على الموتى. نحن التقينا مع بعض الأصدقاء أيضا في هذه الجلسة اليوم 24 من ديسمبر، وهو الأول من أيام الذين يحتفلون بأعياد الميلاد في الدنمارك وغير الدنمارك. التقينا اليوم مع أخونا أبو سراج في هذه الأمسية واطمأنته وعافيته، وأيضا تلقينا كل أنواع ما شاء الله الضيافة التي متعارف عليها بالكرم والجود. السلام عليكم أخونا حبيبنا أبو مصطفى أبو سراج. وعليكم السلام أبو الأمين. نحن طبعا كما تعلم أننا نقوم بكل المناسبات في الميادين وبيوت العزاء وكل المناسبات بسبب هذه التغطيات التي نهتم بها من يعني أفراح ومناسبات. تلقينا عدة اتصالات من بعض الأخوة أن أبو سراج عنده وعكة صحية، يعني قمنا بطاقمنا الصحفي والإعلامي للاطمئنان عن صحتك، والحمد لله تفاجأنا أنك مبتسم وما شاء الله عنك. ماذا تقول عن الذين يتواصلون للاتصال وطبعا للاطمئنان عن صحتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو الأمين، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. طبعا هو فعلا أنا رجعت من المغرب، رجعت شوية مريض، ولكن مش المرض هذا اللي بيقعد الإنسان نايم على السرير، لكن أتحرك، أمشي، أتكلم، أستقبل الضيوف. وأنا كما ذكرت لك الحمد لله احنا بيتنا مفتوح 24 ساعة لمن يريد أن يزورنا فيه. لماذا؟ لأن احنا ضروري يكون هذه الزيارة موجودة حتى نطمئن على بعض، حتى نعرف أحوال المسلمين في الديار الغرب وخصوصا في الدنمارك. فهذه زيارة ضروري من الضروريات في هذه البلاد. فواحد يموت، واحد عنده عرس، واحد عنده جنازة، واحد عنده هناء، واحد مريض. فإذا لم نعرف بعضنا البعض على هذه الأحوال من سيقوم بهذا؟ فلهذا نحن الحمد لله بيتنا مفتوح دائما. أهلا وسهلا بكم في أي وقت، ولمن يريد أن يزورنا بيتي بجانب الوقف أهلا وسهلا بكم وبالزائرين. احنا المثال المغربي يقول الذي يأتي عندك هو الذي يحبك. فأهلا وسهلا أبو الأمين مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. لا طبعا احنا بناخذ دروس وتعليم من أخونا أبو سراج، صداقة قديمة جدا مع أخونا أبو سراج، والحمد لله يعني يقال يعني ابحث عن الأصدقاء حتى بالجنة، يعني يتواصلون المتواجدون في الجنة وعلى مقاعد عند ربهم، عند مقاعد من نور إن شاء الله، من نور، يتواصلون مع بعضهم ويقولون أين فلان كان يصلي معنا، كان يعني نجلس مع بعض، يعني يسألون في الجنة عن أصدقائهم. فكيف نحن في الدنيا لماذا لا نسعى إلى زيارة حتى لو ما كانش مريض، نقوم بزيارة بعضنا البعض؟ هذا تواصل وتراحم. إذا نحن الآن سعداء بأننا حتى لو لم يقدم لنا أي شيء من الكرم والضيافة نكسب شيء واحد بزيارة أخونا. وأي مريض كان 70,000 ملك يدعون لنا في هذه الجلسة، 70,000 ملك يدعون بخلال جلستنا عند أي إنسان نقوم بزيارته إذا كان مريضا، حتى نمشي، حتى نغادر، يبقون يستغفرون ويدعون له. صحيح أبو سراج؟ صحيح أخي. هي سبحان الله الحديث المعروف يعني أكثروا من الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصاحب الصالح يأتي لك شفيع، يشفع فيك، يبحث عنك. إذا ما كنت أنت في الجنة يبحث عنك ويأتي بك الجنة. الله أكبر. فهذا مهم جدا، لأن أي الحديث أيضا يقول أين المتزاورون فيه؟
أنت لما تزور إنسان في سبيل الله لك الأجر والثواب عند الله. هل تعرف القصة اللي كان زاير أخ له في الله، وعندما الله سبحانه وتعالى أرسل له ملك من الملائكة قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له إني ذاهب إلى أخي. قال له هل عندك تجارة؟ هل عندك هدف معه؟ قال له لا والله لا. قال له إني أريد أن أزوره في سبيل الله ومن أجل الله. فالله فالملك هذا قال له أنا ملك من الله سبحانه وتعالى، أرسلني الله إليك لكي أخبرك أن الله أحبك كما أحببت ذلك الإنسان فيه. اللهم اجعلنا من المتحبين فيه يا أكرم الأكرمين ومن المتناصحين. قولوا آمين أنتم كمان. آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا. وفي عندنا أمير إن شاء الله حيقول كلمة إن شاء الله بإذن الله. أمير ما شاء الله غني عن التعريف، فهو أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويساعدنا دائما في العمل الاجتماعي في الزواج، وأيضا في يعني مساعدة الإخوة والأخوة. أخونا يوسف هذا عابر سبيل جديد معنا. أهلا وسهلا. أول يوم في الدار الحمد لله رب العالمين. البارح ما شاء الله كانوا عندنا 2 من عابر سبيل جدد أيضا في البلد، وإحنا الحمد لله بابنا مفتوح وبيتنا مفتوح للعمل الخيري في كل ساعة. أشكرك أبو سراج. نأتي إلى أخونا أمير، وهو كما أطلقت عليه اليوم النائب. مكانك حينما تغيب يكون أخونا أمير متواجد. أهلا وسهلا أستاذ أمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على نبيه الكريم. اللهم لك الحمد، الحمد لله. فهذا يعني سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه جل من قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نعم. فسبحان الله العظيم، هنا الله سبحانه وتعالى طبعا سورة من الكهف أمرنا بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، في فعل أمر كذلك واصبر واصبر نفسك. نحن حديثنا شيخي، نعم شيخي حديثنا عن الصحبة والأخوة. نعم. هذا لب الموضوع. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده سبحان الله بالجماعة، يأمر عباده بأن يعني نكون بأن نجعل حياتنا كلها كالمسجد، كصلاة الجماعة كل حياتنا. ويقول: ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تبتعد. يعني حتى صديقك سبحان الله، ليش نحن في المسجد نلتقي؟ يعني وليش نجعل كل مجهوداتنا في المساجد؟ فهمت؟ المسجد ليست صلاة فقط للصلوات الخمس أو فقط، لا، المسجد هو كل حياتك، هو كل حياتك. يعني عندك بيتك، عندك عائلتك، عندك هذا. فسبحان الله نعرفوا نشوفوا كيف إن نحن نحاولوا حتى ولو إن ما نلتقيش في المسجد، نحاولوا. مثلا أبو سراج ما شفناهوش في المسجد، نجيو نطرقوا الباب، ولا هو سبحان الله يعمل لقاء يقول: اسمع الإخوة عنا لهنا باش نعملوا موعظة، باش نعملوا تذكرة. فهذا سبحان الله الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى وللرحمة التي في قلوبكم. ونشكر زاد جهودك كثير أبو الأمين، لأنك تقرب البعيد، ولأن صفحتك ما شاء الله محمودة في هذه البشف. فهمتني؟ فسبحان الله يعني تجعل فيه نوع من ندي في الندوة بتاعنا. العربي بده شيء ندي، بده ما بده الجفاف. يقول رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. نعم. واللهم اجعلنا منهم يا ربي، واجعلنا إخوة متحابين فيك. شكرا أخونا، بارك الله فيك. شكرا. هذا هو المطلوب، يعني الأكل المغربي. هات المعالق من الشيخ ما شاء الله. يوسف هات اثنين ما شاء الله. نعم حبيبي، اثنين ثاني. احنا 6.
الله يبارك. يوسف عمو يلا حبيبي انا حنجلس هون ان شاء الله. يوسف شحال وكليت ياك شحال هذه نجيب لك شي تفصيل كيف هذا الله يحفظك. لا والو ما جا انا ان شاء الله. شوف ما شاء الله الكاميرا ديالك كيفاش الكاميرا ديال البورجوازيين شوف ايوا أكيد. ان شاء الله هادي تبارك الله. ان شاء الله